السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتسأل بتقول إن هي بتاخد حبوب منع الحمل، الحبوب اللي هي الهرمونية، وإن هي لما بتوقفها بتنزل عليها الدورة الشهرية. لو ما وقفتهاش الدورة الشهرية بتبقى مكملة معاها، أو ما بتنزلش الدورة الشهرية وبتكمل الطهر بتاعها عادي جدا. فهل في رمضان لو هي مش عايزة تفطر أيام في رمضان وتكمل صيام الشهر كاملا 30 يوم وتاخد البرشامة دي ما توقفهاش لغاية ما رمضان يخلص، هل ده جائز ولا غير جائز؟ الرأي رأي الطبيب. الهرمونات وحبوب منع الحمل الهرمونية من أخطر الحاجات الطبية اللي بيتكلم عنها أطباء النساء في منع الحمل، يعني وسيلة غير آمنة لأن ليها مضاعفات وتقلب مزاج وبتعمل مشاكل عند النساء. طيب الدكتور قال والله انت مناسبة ليكي جدا الوسيلة ديت، ولو كملتي الشهرين ورا بعض ما نزلتش الدورة مش هيبقى في عندك اي مشكلة صحية ولن تؤثر عليك تأثيرات سلبية. في ساعتها نكمل مفيش مشكلة، يعني الرأي هنا رأي الطبيب. طيب الدكتور قال لك لا 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 ما ينفعش، احنا حالتنا غير مستقرة واللخبطة دي ممكن تعمل لك مشكلة كبيرة ومضاعفات، يبقى ساعتها لا يجوز لك أن يعني تكملي في هذه الوسيلة. يعني ما تخليش الدورة ما تنزلش، ما ينفعش. يبقى الرأي رأي الطبيب لأن صحتك أهم. فإذا كان هذا الأمر لا يسبب ضررا صحيا فلا حرج، أما إذا سبب ضررا صحيا فلا يجوز لك ذلك.